العمل شهادة المعطلين بالمغرب كنحيو طبعا هذه الوقفة اللي كانت طبعا هي وقفة من أجل التنديد بالمحاكمات السورية للمعتقلين ديال 2 مارس بزايو، الأحداث اللي كانت معروفة طبعا في 2013 اللي تم الاختطاف ديال احد المناضلين ديال الجمعيه، وكذلك اللي اعتقل مجموعه ديال المناضلين اللي كتضم 6 ديال المعتقلين. وطبعا هذه المحاكمه مازال مستمره الى حدود الساعه، هي محاكمات ماراثونيه ما عرفناش الاساس ديال هذه المحاكمات، لانه طبعا دائما الاشكال النضاليه اللي كانت كتاخذ في مدينه زايو اشكال تقدميه حضاريه سلميه من اجل المطالبه بالعيش الكريم، المطالبه طبعا بالحقوق والحريات من داخل هذا الوطن الجريح. ولكن كما لاحظنا دائما انه كل الاصوات الحره وكل الاصوات المناضله، الا انه السياسه ديال القمع، السياسه ديال التماضليه ديال التسجيل ديال ولاد الشعب، من موقعنا طبعا كنرفضوا كل هذه الاساليب اللي طبعا ما كتهدفش التفريج ديال الازمه اللي كنعيشوها من داخل المغرب. وبالتالي المحاكمات قلت من 2013 الى حدود الساعه ما زال هناك محاكمه ومحاكمه ما عرفناش لحد الساعه الاطوار ديال هذه المحاكمه، من يتحكم في هذا المسار ديال هذه المحاكمه. وكذلك كنطالبوا لكل الاطارات النقابيه والسياسيه والجمعويه اللي كتقطع مع الاساليب ديال القمع، اللي كتقطع مع الاساليب ديال القمع، الاساليب ديال الاختطافات، الاساليب ديال السنوات ديال الجمر والرصاص. طبعا الاطوار ديال هذه المحاكمه ولا الاطوار ديال الاحداث دخل فيها كذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي فتح فيها تحقيق وسمع للمعتقلين، واللي حد الان من الموقع ديالنا كنطالبوا المجلس الوطني لحقوق الانسان اللي دار جلسه مع المعتقلين ومع الجماهير الشعبيه يوافينا بالتحقيق اللي وصل له في اطار هذه الاحداث اللي وقعت. كذلك النواب، اقول النواب ديال العداله والتنميه كذلك حتى هما كان عندهم ملف ديال مدينه زايو وقال لك غادي نوضعوه رئيس الحكومه ونوضعوه للوزاره. الى حد الان ما عرفناش المسار ديال هذه التحقيقات فين واصله، واش الملفات تطوات، واش مشات كباقي الملفات اللي مازال ما عرفناش الى حدود الساعه. وبالتالي حتى اختم كنحيي كل المناضلين، كل النقابات السياسيه والجمعويه والحقوقيه على التواجد ديالهم في هذا الشكل الرمزي اللي طبعا من اجل التنديد بالقضيه ديال الاعتقال السياسي. وتحيه نضاليه لكل الجماهير الشعبيه. كنحيي كذلك المواقع الالكترونيه والمجموع الخروج كل الشهداء والمعتقلين. الله